مساء الخير. نبي نبدأ بالحلا. نبي نسوي كيكة نسكافيه، كيكة باردة وسهلة وسريعة. المقادير الوصفة إن شاء الله راح أنزلها لكم آخر شيء، خليكم معي شوفوا الطريقة. مساء الخير. طبعا بالخلاط نحط البيض والزيت، نحط السكر والحليب، وعندي غطا العلبة فانيلا ونسكافيه، ونخلطهم سوا. الحين عندي الطحين مع رشة ملح، وعندي نشا، وعندي ملعقة كبيرة بيكنج باودر. نخلطهم سوا ونضيف عليهم خليط كذا معنا جاهز. ريحة النسكافيه ما شاء الله تفقع بالراس. عندي صينية هنا بطنتها ورق زبدة، نضيف الخليط وندخلها الفرن على درجة 180 من تحت من ربع ساعة إلى 20 دقيقة، بعدين أشغل عليها من فوق. عندي صينية بسوي زينة للكيكة، طبعا بقلاية كوب سكر، ما نحركه مرة لين يذوب تماما. نكرمل السكر، بعدين نضيف عليه اللوز. بسوي زينة للكيكة، طبعا بقلاية السكر بعد ما تكرمل حطيت عليها اللوز، طبعا حطيته على ورق زبدة يبرد شوي نطحنه. السكر بعد ما تكرمل حطيت عليها اللوز، طبعا حطيت. الحين بنجهز الخلطة البيضاء. عندي كوب كريمة خفق، عندي ملعقة كبيرة قهوة نسكافيه لاتيه طبعا، وعندي ظرف دريمويل. نخلطها سوا. أول ما نطلعها من الفرن نقلبها ونشربها مباشرة. أول ما نطلع نشربها الآن حليب مباشرة.